استمع إلى شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله عندما كان يلقي أحد الدروس عن حادثة الإفك، وكيف كان الشيخ وطلابه يبكون لما حصل من ابتلاء وامتحان للنبي صلى الله عليه وسلم وزوجه الكريم. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عني فيما قال. فقال أبي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت أمي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا، إني والله لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقونني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقوني، فوالله لا أجد لكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت فاضطجعت على فراشي والله يعلم أني حينئذ بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله تعالى منزل في شأني وحين يتلى لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يورئني الله بها، فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه العرق مثل الجمان، وهو في يوم شاد من ثقل القول الذي ينزل عليه. قالت: فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: يا عائشة أما الله فقد برأك. قالت: فقالت لي أمي: قومي إليه. فقلت: لا والله لا أقوم إليه، فإني لا أحمد إلا الله عز وجل. قالت: وأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم 10 آيات. ثم أنزل الله تعالى: هذا سنته في أوليائه وأهل طاعته عند الشدة والفرج، سنته في أوليائه براءته وبيان صلاحهم وعجاتهم عند الشدائد، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ويجعل الله بعد العسر يسرا. هو سبحانه يبرئ أولياءه وينصرهم على من نوأه عند الشدة يستجيب الفرج، هكذا سنته في عباده جل وعلا.